السلام عليكم، أنا مسعد غالي وأنت في برنامج العقاري. حلقة النهاردة بإذن الله يا جماعة محتاجة تركيز عالي جدا جدا، لأنها هتكون حلقة مهمة وفريدة من نوعها حرفيا. وتاني حاجة أعتقد إن الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله بإذن الله محدش اتكلم فيها قبل كده نهائيا، أو مش موجودة في أي محتوى عموما على الإنترنت. فأتمنى تتابعونا لآخر دقيقة في الحلقة إن شاء الله بإذن الله، علشان نعرف بالتفصيل كل المحتويات اللي احنا مستنيينها بقالنا فترة كبيرة. حلقة النهاردة هتكون بعنوان ازاي اشتري شقة ب100,000 جنيه، ازاي امتلك عقار بسعر ما يجيبش عربية، ازاي امتلك عقار ب100,000 جنيه. وده شيء غريب ممكن كلنا نستغربه، مش هنفهم اي حاجة غير لما نركز في الحلقة لحد اخر دقيقة فيها. يلا بينا نستفيد. طبعا انا متأكد ان 90% وممكن يكون 100% من الناس اللي شافت العنوان بتاع الفيديو ده قبل ما تدخل تتفرج عليه اعتقدت ولو للحظات ان العنوان ده مكتوب علشان تضغط على الفيديو واحنا نكسب مشاهدات. والله يا جماعة انا عايز اوصل لكم معلومة. موضوع المشاهدات ده مش فارق معانا خالص بفضل الله، يعني ولا بنفكر فيه ولا بنحسب له نهائي. احنا بنعمل اللي علينا والباقي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى في التوفيق. احنا بس مجرد ان احنا بنحاول نجتهد ونجيب افكار ممكن تنفع المجتمع باي شيء، ونسأل الله عز وجل ان هو يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي اللي احنا بنقدمه، ومش محتاجين اي حاجة خالص من موضوع مشاهدات او غيره. ان شاء الله باذن الله توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولو عايز تعرف هل فعلا الحلقة دي اسمها ينتمي ليها بأي صلة أيا كانت، تابع الحلقة لآخر دقيقة واحكم بنفسك. هل الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها دي هل فكرة علمية ولا مجرد كلام على الفاضي؟ بداية خلينا متفقين ان القدرة الشرائية او القدرة المالية او القيمة المالية لل100,000 جنيه اصلا بقت اقل من الصفر. يعني ما ينفعش حتى تروح تجيب بيها عربية محترمة ب100,000 جنيه، مستحيل. هتلاقي حاجات فيها عيوب ومتبهدله وحاجات مستعمله من التسعينات تقريبا. فبالتالي ده كله بسبب التضخم الاقتصادي اللي هو تضخم المال. وهسيب الحلقه بتاعه التضخم في الاي اللي هتظهر لك فوق هنا علشان تتابعها وتفهم التضخم بالتفصيل معناه ايه قبل ما تسمع الحلقة دي. وطبعا كلنا متفقين ان التضخم والقيمة المالية بتاعت اي فلوس عموما بقت تحت الصفر، بالذات بعد فيروس كورونا والتأثر بتاع الاقتصاد العالمي بالفيروس وبالحاجات المترتبة عليه. طب هو انا معقول هسيب قيمة الفلوس بتاعتي تضيع بالمنظر ده؟ 100 وال200 وال300 والمليون بقوا ما بيعملوش اي حاجة اصلا خالص. في اي سوق عموما بتتاجر او بتشتري عربيات او بتشتري عقارات او ايا كان النشاط اللي حضرتك شغال فيه، معقولة هتستسلم وتسيب القيمة المالية بتاعت الفلوس دي تضيع في الهوا؟ لما تسمع الحلقة دي ان شاء الله بإذن الله وتفهمها بالتفصيل المقصد منها والمغزى منها ايه، هتفهم ان القدرة المالية او القيمة المالية احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نحافظ عليها. وطبعا اللي بيستثمر ب100,000 جنيه غير اللي بيستثمر ب1,000,000 جنيه. فالقيمة المالية بتاعت اللي معاه ال100,000 جنيه لما تخسر يبقى هو خسر كل اللي حيلته، لكن اللي معاه ملايين حتى لو القيمة المالية بتاعتهم قلت فبالتالي بيبقى التأثير عليه مش سلبي زي اللي اصلا قدرته المالية بسيطة. طب يا سيدي احنا مش عايزين نسمع لا كلام عن التضخم ولا كلام عن اي حاجة تانية، احنا عايزين نعرف بالتفصيل عنوان الفيديو اللي انت كاتبه ده، ازاي تشتري شقة ب100,000 جنيه. عنوان واقعي. هقول لك انا بس اهدى عليا شوية لان الموضوع اصلا مش بسيط. اوعى تفتكر ان اللي طالع بيكلمك ده ساحر، لا، هو مجرد شخص بيحاول يجتهد بفكرة علشان يحافظ على قيمة فلوسك. فاصبر عليا شوية لان الموضوع لا يحتمل الاستعجال. طيب عمرك سمعت عن حاجة اسمها الأسهم؟ أكيد كلنا سمعنا عن موضوع الأسهم بتاعة البورصة، وكلنا عارفين بالتفصيل الإعلانات اللي بتقعد تطلع لنا تداول في الأسهم واشتري أسهم شركة مش عارف إيه وتسلا ومش تسلا والكلام ده كله. فكرتي النهاردة بتاعة إن أنت تشتري شقة ب100,000 جنيه هي عن طريق الأسهم. حاجة كده اسمها السبيكة العقارية.
السبيكة العقارية دي هنعرفها بالتفصيل في باقي الحلقة. طيب معنى الأسهم دي إن شركة مثلا بتيجي تطرح جزء من الأسهم بتاعتها، بتبقى أنت لما بتشتري الأسهم دي بتبقى عبارة عن شريك في الشركة دي بسهم بقيمة معينة، بقيمة مالية معينة. مثلا مثال بسيط، أي شركة أيا كانت بتعرض الأسهم بتاعتها، السهم الواحد مثلا ب1000 جنيه أو ب50,000 جنيه مثلا. فحضرتك بتبقى اشتريت أو شريك في الشركة دي بسهم قيمته 50,000 جنيه، وحضرتك بتفضل محتفظ بالسهم بتاعك ده أو مجموعة الأسهم اللي أنت اشتريتها دي بالقيمة المعينة لحد ما بيبقى القيمة المالية بتاعة الأسهم دي بعد فترة معينة من الزمن أو من الوقت بتبقى 5 أو 10 أو 20 ضعف السعر اللي حضرتك اشتريت بيه الأسهم، وبالتالي قيمة الفلوس بتاعتك بتزداد بدون أي مجهود منك. دي فكرة الأسهم ببساطة. مثال شركة تسلا اللي المالك بتاعها إيلون ماسك، اللي هو يعتبر أغنى راجل في الكوكب حتى وقتنا الحالي. وزي ما كلنا عارفين ان شركة تسلا، ايلون ماسك عرض الاسهم بتاعت الشركة دي في البورصة سنة 2010، وكان سعر السهم الواحد في شركة تسلا 17 دولار سنة 2010. وطبعا لك ان تتخيل حجم وكمية الناس اللي اشترت بالسعر اللي قلنا عليه. سنة 2020 كان سعر السهم اللي الناس اشترته من سنة 2010 ب 17 دولار بقى سعره 520 دولار. معرفش احسبها لك، بس شوف هو علا كام ضعف. ولكن عايزين نلفت الانتباه لحاجة معينة يا جماعة في نص الحلقة كده واحنا بنتكلم، ان لازم نبقى فاهمين الفرق بين الاستثمار والتجارة. لان الناس تقعد تقول لك انا هحط 100,000 جنيه مثلا في اسهم شركة او في اسهم عقارية عموما واقعد استنى جنبهم 10 15 سنة. خلينا متفقين ان الاستثمار اصلا هو عبارة عن مكسب على المدى البعيد او على المدى المتوسط. اما التجارة فهي عبارة عن دايرة مال في مكسب وخسارة، وبيبقى على المدى القريب ان انت بتجيب حاجة وتبيعها على طول وبتكسب فيها والفلوس بتتقلب بصورة اسرع. ففي فرق شاسع بين التجارة والاستثمار. قبل ما نكمل بقية الحلقة، وإن شاء الله هنعمل حلقة تفصيلية في الفروقات بين الاستثمار والتجارة، مش في العقارات ولكن كمعنى عام في الاقتصاد. طبعا أنا عارف إنك متغاظ مني وعايز تلق بحاجة، ولكن يا صديقي اصبر، لسه بدري علشان نفهم بالتفصيل نعمل إيه علشان نجيب شقة ب100,000. أنا عرضت لك الفكرة أو محتواها الخارجي من أول الحلقة لحد دلوقتي، ولكن لسه ما دخلناش في التفاصيل. هتقولي طب وايه علاقة اللي احنا عمالين نحكي فيه واسهم والبورصة ومش البورصة والكلام ده كله باللي احنا عايزين نوصله في ان احنا نشتري شقة ب100,000 جنيه؟ هقول لك لا، ده بالملي اللي مطلوب من حضرتك انك تنفذه هو نفس الطريقة بتاعة المشاركات بالاسهم في الشركات. وده في نظري هو البديل الامثل لانك انت تحط فلوسك في البنك وتاخد عليه فوائد وليكن 11% او 20% او ايا كان الرقم. عموما في نظري أنا البديل الأمثل والأفضل هو الاستثمار على المدى البعيد بال100,000 جنيه. فكرة السبيكة العقارية. بص يا سيدي، موضوع السبيكة العقارية ده باين من اسمها جدا، بس هي تعريف معنوي. يعني هنضرب المثال بشقة صغيرة مثلا مساحتها 60 متر. الشقة دي القيمة السوقية بتاعتها 500,000 جنيه. فحضرتك المطلوب منك انك تجمع 5 أفراد، مثلا 5 أفراد، كل فرد القوة الشرائية بتاعته 100,000 جنيه. لو ضربت 100,000 جنيه في 5 ب500,000 جنيه، وحضراتكم هتروحوا تشتروا الشقة دي مع بعض بالشراكة. يعني الشقة هتتكتب باسم ال5 أفراد. هتقول لي دي لبخة ومش لبخة ومش عارف ايه. صديقي بص يا صديقي، الحل الأمثل هو المحامي. مربط الفرس في حوار السبيكة العقارية هو يكون محامي مخضرم جدا علشان يأمنك انت وكل الناس اللي معاك. وبالتالي حضرتك بتبقى محتاج مستشار عقاري يكون فاهم ومخضرم في السوق،
تاني حاجة انت محتاج محامي مخضرم في قطاع العقارات بالاخص زي ما شرحنا. تالت حاجة انت محتاج ان الاربع افراد اللي معاك عشان تكملوا الخمسة بال500,000 جنيه دول يكونوا من العيلة او اقرب الاقربين ليك، اصدقاء قريبين منك جدا، ناس انت تثق فيها لدرجة عمياء. ولكن الثقة هي مش كل حاجة. حضرتك بعد ما هتلم المنظومة دي كلها هقول لك تعمل ايه. من الاخر الفكرة دي زي بالظبط الفكرة بتاعت الجمعيات اللي الناس كلها بتعملها وبتقبضها اول وتاني وتالت ورابع ومش عارف ايه والكلام ده. فاحنا هنعمل جمعية عقارية، هنلم من بعضنا الفلوس وهنروح نعربن في الشقة دي عند محامي مخضرم متخصص في العقارات، وهتبقى باسمنا احنا الخمسة، وهيأمننا من موضوع ان لو حد توفى ربنا سبحانه وتعالى يبقى مؤمنين الباقي، الاطراف الباقيه. والمطلوب منك بالظبط ان انت تدور على فرصه عقاريه، يعني تنزل السوق انت واصحابك او انت ومعارفك دول وتدورهم على حاجه يكون سعرها بالبلدي لقطه، يعني حاجه تكون سعرها اقل من قيمه السوق او سعر السوق وتخلصوا فيها فوري. وزي ما قلت لك ان الامر ده او الاستثمار في السبيكه العقاريه دي بالشراكه بينكم وبين بعض ده افضل 1000 مرة من انك تسيب الفلوس في البنك ومن انك انت تروح تستثمر في الاسهم بتاعت الشركات في البورصة. هتقولي هو انا كده يا باشا انا ابقى اشتريت شقة ب100,000 جنيه؟ والله تبقى اشتريت شقة ب100,000 جنيه حتى لو انت شريك بالخمس بالعشر في سنة من السنوات اللي جاية. زي ما احنا اتفقنا ان الاستثمار في السبيكة العقارية ده هيبقى على المدى البعيد. بعد فترة كبيرة جدا قيمة الشقة دي هتبقى عالية جدا بدرجة انت ما تتخيلهاش، وهتحقق ربح لا يمكن انت تحققه من ال100,000 جنيه دي جوه البنك، لا انت ولا باقي اعضاء الشراكة بتاعتكم. فبالتالي القيمة الشرائية والقوة المالية بتاعت ال100,000 جنيه دي هتعلى بالقيمة بتاعت السوق العقاري ومعدل الزيادة السنوي بتاع العقارات عموما. وبالتالي بعد كده هتقدروا ان انتوا تفصلوا الفلوس بتاعت كل واحد بالقيمة السوقية بتاعت ال100,000 جنيه بعد فترة معينة من الزمن، وكل واحد هيقدر ان هو يشتري ولو شقة صغيرة جدا بالقيمة اللي كان حاططها من الاول 100,000 جنيه. وبكده تبقى حضرتك قدرت تملك شقة بدون مجهود وبدون سعي منك في اي شيء خالص، مجرد ان انت وافقت بمبدأ الشراكة وفهمت ان ممكن يكون في مغزى للوصول لحصولك على شقة ب100,000 جنيه. اهم شيء وزي ما قلت في اول الحلقة ان المحامي بتاع حضرتك اللي جاي علشان يخلص موضوع الشراكة بينكم وبين بعض يبقى مخضرم جدا ومتخصص، او اغلب شغله يبقى عقارات. اغلب شغله يبقى عقارات. ليه؟ علشان ما يحصلش اي خطأ قانوني ايا كان، ويبقى على دراية تامة بالتأمين الخمس افراد اللي دخلوا شركة مع بعض في الشقة دي. ويا جماعة الموضوع بسيط جدا، الموضوع شبيه باتحاد الملاك. بدل ما بيبقوا شركة في 11 شقة، ما هو اتحاد الملاك مسماه كعلم هو مجرد بعض الناس اتحدوا مع بعض واشتروا مكان كامل، اتحدوا مع بعض واشتروا شقة، وقيمة الشقة دي مستقبلا هتتعدد بتعدد قيمة المناطق. يعني ايه قيمة الشقة هتتعدد بتعدد قيمة المناطق دي؟ اقول لحضرتك الشقة اللي حضراتكم هتروحوا تشتروها ب500 او بمليون جنيه لو انتوا 10 افراد مثلا، او لو قيمة القيمة المالية بتاع كل فرد فيكم 200,000 في 5 بمليون. طيب هتروح تشتري حاجة بمليون جنيه مثلا بشراكة مع بعض كلنا، وبعد ما بنشتريها بعد فترة من الوقت بتيجي تبيع الشقة دي في المكان الفلاني، طبعا قيمتها مليون جنيه فإذا هي في مكان كويس. هتيجي بعد كده أو مكان مرتفع في سعره، هتيجي بعد كده هتفك الشقة دي مثلا يعني ب2 مليون جنيه. بعدين زي ما اتفقنا ان هو استثمار مدى بعيد، فكيت الشقة بال2 مليون جنيه دول، كل فرد هيرجع له فلوسه 400,000 جنيه. حضرتك مش هتروح تشتري نفس المكان. عايزين تتشاركوا تاني في سبيكة عقارية تانية، أهلا وسهلا. مش عايزين يبقى هتحصل على 400,000 جنيه بتوعك اللي أصلا كانوا 200 وانت ما تعبتش في أي حاجة غير في إنك حطيتهم في المكان الصح باستثمار بمبدأ الشراكة. هتاخد 400,000 جنيه وهتحصل على شقة بس مش في نفس المنطقة، وبكده يبقى قيمة فلوسك لا خسرت ولا قلت، بل بالعكس زادت وكسبت بدون أدنى مجهود منك، وده مسماه الدخل السلبي. خلينا متفقين إن مفيش أي سبيل ولا أي طريقة أيا كانت لإنك تعمل
او تحصل على شقة ب100,000 جنيه غير اللي انا قلته ده. الاشتراك في سبيكة عقارية. ادخلوا يا جماعة مع بعض في شقة معينة زي ما قلنا وشرحنا بالطريقة اللي قلناها في الفيديو كله. ده السبيل الوحيد لانك تحصل على شقة بالقيمة المالية الضعيفة جدا دي. اهم بندين: اول حاجة الناس اللي انت داخل معاها تبقى ثقة ومن الدرجة الاولى. تاني حاجة ان المحامي يأمنكم بالورق وبالطريقة القانونية اللي هو هيبقى على دراية تامة بيها. مفيش اي حل غير الفكرة دي، واللي قلناه في الفيديو ده ما هو الا مجرد فكرة واجتهاد، واتمنى انه يكون فاد حد منكم، واتمنى ان شاء الله ان الحلقة تكون فادت حد منكم ولو بالقليل. وبكده اكون وصلت لنهاية الحلقة النهاردة ان شاء الله، واشوفكم على خير الجمعة الجاية بمشيئة الرحمن. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه اتمنى تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد في عالم العقارات. واترك اثرا.